السلام عليكم. فيديو النهاردة برعاية صدر فرخة. صدر الفرخة هنستخدمه في وصفات في الغداء او في العشاء في اي حاجة. لو مفيش عندك غير صدر فرخة هتعملي الغداء وهتعملي العشاء، وجايبالك وصفات موفرة واقتصادية. بصدر فرخة ان شاء الله هترمي معاكي وجبة كبيرة تكفي 4 أو 5 افراد. والمهم البركة البركة في الحاجة، قولي بسم الله وابدأي الوصفة، وان شاء الله الوصفة تطلع معاكي زي الفل وهتكفي الأسرة كلها ان شاء الله. بصدر فرخة جايبالك اكتر من وصفة. يلا نشوف اول وصفة معانا هي فطاير الدجاج. هنبدأ نحضر العجينة بتاعتنا. هنحط اللبن والخميرة والسكر ونسيبهم يتفاعلوا على جنب، وبعد ما يتفاعلوا هننزل عليهم بنص كوباية من الزبادي وبياض بيضة وشوية من الملح وشوية من الزيت، وننزل عليهم بالدقيق ونعجنها كويس ونسيبها على جنب تختمر. هنجيب بقى صدر الفرخة بتاعتنا وهنقطعها شرايح رفيعة، وهنجيب المقلاية هننزل فيها بشرايح من البصل، شرايح من الفلفل، وشرايح صدر الفرخة اللي احنا قطعناه، وشرايح طماطمايه وملح وفلفل وبهاراتك، وقلبيهم كويس وسيبوهم مع بعض كده لحد ما تستوى الفراخ، تكون العجينة اختمرت. ونسيب الفراخ طبعا تبرد، وبعدين هنقطع العجينة بتاعتنا بالشكل ده. قطعيها زي ما تحبي، اللي فيها اللفة اللي انت عايزاها. هنحط فيها بقى الفراخ بتاعتنا ونلفها بالشكل ده ونحطها في الصينية. ولو فاض معاكي عجين بقى احشيه بالجبنة، احشيه بشوكولاتة مطبخ، احشيه زي ما انت عايزه، او ممكن تلفيه فاضي كمان. ونرصهم كده في الصاج بتاعنا. وصفار البيضة اللي احنا شلناه هنحط عليه معلقة لبن، رشة فلفل، وهندهن بيه الفطاير وندخلها الفرن على 180. ولما تستوى غطيها بفوطة عشان تفضل طرية معاكي. واحلى وصفة فطاير بصدر فرخة. صدر الفرخة بقى هنجيبه ونعمل الوصفة التانية برضو. هنقطعه بقى مكعبات، المرة دي هننزل عليه بجنزبيل وفلفل وشوية ملح، ونقلبه كده مع بعض نتبله. وهنجيب المقلاية بتاعتنا هنحط فيها معلقة من السمنة او الزبدة زي ما تحب، المتوفر عندك حطي، ممكن كمان زيت. وهنشوح صدر الفرخة بتاعنا تشويحة كويسة كده. يبقى اول وصفة عملناها الفطاير. تاني وصفة هنعمل مكرونة وايت صوص بصدر فرخة برضو. يعني الوصفة الاولى تنفع غدا وعشاء، والوصفة التانية تنفع غدا وعشاء برضو. بعد ما شوحنا الفراخ بتاعتنا وبقت نص سوا كده او نكمل سواها، هنشيلها من الطاسة وهننزل فيها بكوباية من اللبن وعليها معلقتين من خلطة البشاميل. او ممكن تعملي البشاميل العادي لو مفيش عندك كيس خلطة البشاميل، ده طبعا بقى غالي، فاعملي البشاميل اللي عندك في البيت. معلقتين دقيق على معلقتين زبدة وقلبيهم كده لحد ما الدقيق ريحته تطلع، وانزلي عليهم بكوباية من اللبن وقلبي لحد ما القوام يبقى سميك، وانزلي عليه برشة ملح ورشة فلفل. ولحد البشاميل بتاعك ما يبقى جميل انزلي فيه بصدر بتاع الفرخة بتاعنا اللي احنا شوحناه وتبلناه، وياخد له قلب كده واحده كده في الصوص البشاميل. وبعدين تكون انت سلقتي بقى المكرونه، مكرونه قلم، اي نوع مكرونه متوفر عندك، اسلقيه ونزليه في الصوص بتاعك ده مع صدر الفرخه. بحيث ايه ما تديش لكل واحد صدر مثلا لوحده، لا ده انت قطعت الصدر على العيله كلها، وكل واحد بياخد طبق المكرونه متقطع فيه الفراخ على طول، فمش هيعرفوا بقى ده اذا كان صدر ولا اكتر. بصدر الفرخه هتكفي عيلتك وهتغديهم وهيتبسطوا وهيبقوا مبسوطين من الوصفه والاكله، هتعجبهم جدا ان شاء الله. جربيها. تاني وصفة برضو هنستخدم فيها المكرونة بصدر فرخة برضو. المكرونة بتاعتنا هنسلقها ونسيبها على جنب بقى تتسلق، ونقطع صدر الفرخة بتاعتنا مكعبات ونشوحه كده في شوية من الزيت، وننزل عليه ببصل وفلفل وطماطم نفس ما عملنا في الوصفة الاولى بتاع فطاير الدجاج. وشوية فصين كده من التوم او معلقة توم، لو انت مخزنة التوم عندك في الفريزر معلقة توم او فصين توم كده مهروسين، هتنزلي عليهم بقرن فلفل وطماطمايه وفصين توم، وشوحهم كده مع بعض وغطي عليهم لحد ما الفراخ بتاعتك تقرب تستوى كده. هننزل عليها بقى بمعلقة من الصلصة، معلقة كبيرة من الصلصة، ونشوحها كده مع بعضها. وبعدين هننزل عليها بكوباية من المية، وهنحط لها كمان معلقة من البابريكا وملح وفلفل بقى وشطتك وبهاراتك، وغطيها بقى لحد ما الفراخ بتاعتك تستوى. بعد ما الصوص يتقل بقى والفراخ بتاعتك خلاص استوت، هننزل عليها بقى بالمكرونه. المكرونه طبعا بعد ما اتسلقت واتصفت حطيناها في الحله، وهننزل عليها بقى بخليط الدجاج بتاعنا. ممكن تحطي لها رشه من البقدونس، مش عايزه خلاص براحتك. حطي بقى الفراخ وقلبيها مع المكرونه كده تقليبه كويسه، وغرفي بقى منها وقدمي لاولادك. دي وجبه غدا برضو جميله ولذيذه، ومش هيعرفوا ان هو صدر فرخه واحد بس. صدر الفرخه بقى التاني هنعمله ستريبس.
جايبه لك بقى خلطه لصدر الفرخه عشان تعملي ستريبس، خلطه ولا اروع. هتقطعي صدر الفرخه طبعا شرايح رفيعه جدا، وهتجيبي بقى بوله هتحطي فيها 3 4 معالق من الدقيق، عليهم بيضه والبهارات بتاعتك بقى وكركم وشطه، وانزلي عليهم بشويه من الكوكاكولا البيضه، اي نوع بقى ما يكونش في المقاطعه، وحطي شويه كده وقلبوهم مع بعض، وانزلي بشرايح الفراخ بتاعتك الرفيعه كده في الخلطه دي، وسيبيها شويه نص ساعه كده. وبعدين بقى سخني الزيت بتاعك، وخدي شرايح الفراخ الرفيعه وانزلي بيها في الزيت، وقلبيها كده لحد ما تحمر من كل ناحيه، لحد ما تخلصي كل الكميه اللي معاكي. صدر فرخه هيطلع معاكي ممتاز بخلطه الستريبس اللي انا عملتها لك دي، وهتبقى القطعه هي رقيقه بس سميكه بسبب الخلطه اللي احنا عملناها. لما تجربي الوصفات بقى قوليلي رايك فيهم، واكتبي لي تحت في التعليقات، متنسيش تعملي لايك واشتراك، وسلام عليكم.